بغداد علينا هو لون شعبي، مربع شعبي. كان في البداية الفنان كاظم الساهر متردد من غناء لأنه شعبي أكثر من اللازم، ويحتاج لما تاخذ عمل تراثي تضيف له، يعني تضيف له، وفعلا كان إضافة طريقة التناول. وأنا منين أخذت الموضوع؟ مرة بظروف العراق اللي ما تنتهي كان مؤتمر صحفي مع رئيس الجامعة العربية السابق عمرو موسى في القاهرة، وكان أحد المحاورين عبد الحميد الصايح سأل رئيس الجامعة سؤال، قال له منين حضرتك؟ قال له أنا من البغدادية. قال له تبغدد علينا، محطة اسمها البغدادية. فهذا الكلمة معروفة، يعني أنا شفت بلداننا العربية أكثرها. بمصر يقول ما تتبغددش، بالشام يقول ما تتبغدد، مش منتشر المثل. هو لما بحثت عن أصوله وضرب المثل لما بغداد بأيام عز عصرها الذهبي يقول هذا يتبغدد، يسوي نفسه من بغداد لأن كان عاصمة الثقافة. بعدين أخذ مدلولات أخرى، صار اللي هو متكبر في بعض البلدان. عموما المفردة كما يعرف أستاذ علي وإخواننا الشعراء أنه مغرية، بس ظلت عندي كيف أتناولها يعني أحاول وأفشل إلى أن وصلت إلى صيغة المربع الشعبي ما تطلع منها، وظل السجال بيني وبين فنان كاظم الساهر إلى في يوم ما طلعت تتبغدد علينا وإحنا من بغداد. أنا حتى طريقة إلقائها البغادلة الأصليين هذه أسلوبهم بالحديث، تتبغدد علينا وإحنا من بغداد. أغاتي العب غيرها يا حضرة الأستاذ غزال الرافدين، يصيد ما ينصاد. تتبغدد علينا واحنا من بغداد. العب غيرها يا حضرة الأستاذ غزال الرافدين، يصيد ما ينصاد، والحب عاطفة وما هو غصب وعناد. لملمها الشباك وروح يا صياد، من نبرة كلامك أعرفك من وين. كرادة عظمية الكسرة بالتاوين، زيون الفضل شواك أبو سيفين، مو كل من يدندن صار لي عواد. تتبغدد علينا واحنا من بغداد. يا عمي بصراحة رايدين شهود، يا عمي بصراحة رايدين شهود، أموت بهالرشاقة وهالعيون السود. حاجز لك مرجع، يلا لهلك عود، لا بغدادي أنت ولا ابن بغداد. تتبغدد علينا وإحنا من بغداد. دينك ما يهمني ولا القومية، المهم قلبك نظيف وبيك حنية، ومن آلاف تعجب بيك البنية. عمر ولا علي لو عيسى لو آزاد، تتبغدد علينا واحنا من بغداد. العب غيره يا حضرة الأستاذ.